كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة بمناسبة قرب المدارس وصفة كيكة المدارس أو اللانش بوكس بطريقة سهلة وبسيطة. كيكة هشة وطرية في منتهى الجمال، كيكة كده بتدوب في البق بمكونات وخطوات مفيش أسهل وأبسط منها. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. شايفة الكيك بتاعنا لونه عامل ازاي؟ أبيض وفاتح في منتهى الجمال وهشة وطرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقادير معايا كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الزيت أو ممكن بدلها نص كوباية من السمنة، كوباية من السكر، كوباية من الزبادي، عدد 2 بيضة بيكون بدرجة حرارة المطبخ يعني ما يكونش خارج من التلاجة، كيسين فانيليا وكيس كيك شيف. أول خطوة معايا هبدأ هنخل كوبايتين الدقيق وكيس كيك شيف وعليهم رشة صغيرة من الملح. وبعد كده هبدأ أقلب كل المكونات دي مع بعض، ودي تعتبر أول خطوة. وبعد كده في شفشق الخلاط هنزل بالبيضتين الأول وكوباية السكر وعليهم الفانيليا وهضربهم مع بعض كويس جدا. بعد ما ضربت البيض والسكر هبدأ أضيف الزيت وكوباية الزبادي وهضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل بالخليط كله على الدقيق. وبعد كده هقلب كل المكونات في اتجاه واحد لغايه لما الدقيق كله يختفي او ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص للدقيق. تمام كده. وادي بيكون قوام الكيكه ولا بيكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام كده. وبعد كده معي هنا قوالب الكب كيك مقاس كبير، ببدا ادهنها كلها كده بالزيت من الارضيه ومن الجوانب. وبعد كده ببدا ارشها رشه بسيطه من الدقيق وفي صينيه. واهم حاجه ترصي القوالب في صينيه، ما ينفعش تدخليهم على صاجة الفرن. بعد كده بنزل بالخليط في القوالب، بس عامله نص القالب بس مش القالب كله. وبعد كده بدخله على فرن سخن على الرف الوسطاني، درجه حرارته بتكون 180. اهم حاجه ما تحطيش الاطباق الالمونتال على صاجة الفرن، لازم تترص في صينيه. وادي بيكون شكل الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. بالنسبه لمده التسويه من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، وطبعا دي بتختلف من فرن للتاني. شايفه شكل الكيكه عامله ازاي؟ كيكه طريه وفي منتهى الجمال. شايفه بصراحه كيكه كده بتدوب في البق. اتمنى تعملي لايك وتشتركي في قناتي، ولو اول مره تشوفيني هيسعدني طبعا اشتراكك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.